هل تعمل مناظرات او تقف في مناظرات مع عدد من مرشحي الرئاسه؟ قوي. ليه لا؟ مع السيد عمرو موسى، مع ابو الفتوح، مع دكتور العوام، اي حد، حازم ابو اسماعيل، اي حد. ما عندكش مشكله؟ ما هتكون مشكله ليه؟ لا. لو كنت رئيسا، وارجوك في دقيقه، لو كنت رئيسا ماذا ستفعل بخصوص الامن؟ استعاده الامن في لا وقت وبمنتهى القوه. ازاي؟ تعليمات والقرار والامكانيات. تعليمات وقرار وامكانيات وصلاحيات، والامن يقف مكانه ومفيش مخلوق يهوب بالامن، والامن مفيش مخلوق يغلط في بني ادم مواطن، وكله يلزم حدوده، والامور تعود زي الدول المتحضره. في لا وقت الموضوع يتم. لا وقت يعني تعد المواطن المصري لو كنت رئيسا ترجع الامن. قعد المواطن في شهر يلاقي احسن مرور السايح ينزل يلاقي احسن مرور عشان دوله متحضره. الامن واقف في مكانه شكلا وموضوعا محترم، لان هو يد الدوله. فتعد المواطن لو كنت رئيسا في شهر الامن يعود. لسبب الامن ده فرض اراده تحت الدوله ان لم تكن قويه لمصلحه ابنائها هينهشوها اصحاب المصالح. لو كنت رئيسا هتمنع مظاهرات؟ المظاهره في حدود ما تنص عليه القواعد، على عيني وعلى راسي. طبعا لابد يبقى فيه تظاهر، العالم المتحضر كله بيتظاهر، بس بيتظاهر بدون تدمير، بيتظاهر في الحيز بتاع المظاهره، بيتظاهر للفتره اللي اتفق على انه يتظاهرها. مش العالم كله بيعمل كده؟ نعمل زي العالم المتحضر بس. لو كنت رئيسا سريعا الازمه الاقتصاديه في الامد القصير، مش بسالك على الامد تطلب قرض صندوق النقد مثلا؟ شوفي حضرتك، تجربتي في الطيران المدني 10 سنين مش قليل، وكلها تفاهمات مع الخارج. اعتقد ان انا دوري المهم كرئيس دوله اني استعيد خلال اشهر قد تصل الى سنه ثقه العالم الخارجي الكامله في الاقتصاد المصري وفي جديه الدوله وقوتها وثبات اركانها. ترجع الاستثمارات. تطلب قرض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ مش هطلب قرض، هيجوا لي الناس يخبطوا على بابي زي ما عملوا في الطيران المدني، كانوا واقفين طابور عشان اخد منهم قروض. ليه؟ ثقه في الاداره. سياده الفريق، تتر نزل كلمات اخيره للمواطن المصري مش ليا. لماذا ينتخب المواطن الفريق احمد شفيق؟ اهدف الى عداله، اهدف الى مواطن امن في كل شيء، امن في امنه، في اكله، في شربه، في تعليمه، في صحته، في كل شيء. تطوير شامل لكل حته، كل متر مربع في مصر يحتاج التطوير. الصناعه، الزراعه، التجاره، السياحه دي جهاز محدش مقدره. كل حته في الدنيا ممكن تبقى متشبعه، ممكن ما اقدرش اعمل مصانع اكتر من عدد كذا، ممكن ما اقدرش اعمل فدانين اكتر من عدد كذا، لكن السياحه ما تبقاش ليه 80 مليون زي فرنسا. يا رب. اسبانيا 56 مليون، كانت من 20 سنه، من 30 سنه كانت 16 مليون. السياحه ليس لها سقف. اعتقد ان احنا عندنا مشروع في قناه السويس، لو عملناه وعملنا لنا اكبر منطقه حره. هذا المشروع انا اعلنته، ولو ان البعض اخذ اخباره وانتشر بيها. حد بياخد افكارك؟ لا يعني لا ليكن، مادام في الخير كله. عندي المشروع الكامل، عندي الشركات اللي هتتقدم، عندي منطقه حره كبيره جدا شرق وغرب بورسعيد بطول قناه السويس كلها، اكبر منطقه حره في العالم بتعبرها العالم كله من خلال المراكب في اليوم. هتقدم امتى؟ يوم 10 هتقدم 10؟ عندي اكبر مشروع للزراعه، التصنيع الزراعي في الجنوب حوالين البحيره، ارض وبحيره. حضرتك عارفه ان انا اكتشفت اني باكل سمك في بيتي مستورد من الصين، واحنا عندنا اكبر فحار في العالم. وقتنا انتهى. حاسب حساباتك؟ واثق من الفوز؟ بدرجه بعيده. بشكرك سياده الفريق احمد شفيق، المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. سالناه اسئله اعتبر بعضها مكرره، اعتبر بعضها سخيفه، اعتبر بعضها سطحيه، لكن ده بس جاوبتها كلها. ماشي، بس برضه قلت عليها انها مكرره وسخيفه وكده، لكن ده شغلنا بنقوم بيه بغض النظر يعجب ولا ما يعجبش. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. واشكركم اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع المرشح المحتمل الفريق احمد شفيق. اتمنى لمصر السلامه، وبرضه نعمل شغلنا. وهذه لميس الحديدي تحييكم، صباح الخير.